مدينة وجدة كتستعد لإطلاق برنامج جديد كيتضمن عدة مشاريع، من بينها تهيئة وتجديد ملعب المدينة اللي كيهدف إلى رفع سعته إلى 45 ألف مقعد والمجال المحيط به، وإنشاء أكاديمية جهوية لكرة القدم. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غادي يوقع بمدينة مراكش على البروتوكول الرسمي لإنشاء المقر القاري الإقليمي الدائم للفيفا في المغرب، الأول من نوعه في إفريقيا. شركة SGTN غادي تولى ببناء جسر معلق بطول 300 متر فوق نهر أبي رقراق ضمن مشروع توسيع خط القطار فائق السرعة بين قنيطرة ومراكش. إطلاق طلب عروض لإنجاز أشغال الحفر المتعلقة بمشروع بناء المتحف الوطني للأركيولوجيا وعلوم الأرض بالرباط. مجموعة سونغشان الصينية كتقرر الاستثمار في المغرب من خلال إنشاء مصنع بمدينة صناعة السيارات في مدينة طنجة. بريد المغرب كيطلق دفعة أولى من 150 دراجة كهربائية لتوزيع في عدة مدن مغربية. مطار أكادير المسيرة كيستعد لعملية تأهيل وتوسعة غير مسبوقة كتهدف إلى جعله بمستوى مدينة سياحية عالمية. المغرب كيطلب أسطول جديد من شاحنات من تاتا موتورز الهندية تعزيزا لقدراته قوته المسلحة الملكية. أسفي كتستعد لإنشاء منصة صناعية متكاملة ومنطقة لوجستية بمساحة 105 هكتار. افتتاح متجر أتاكادا في الناظور اللي غادي يوفر 5000 منتج من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية. غادي نتعرفوا في هذا الفيديو آخر أخبار المملكة المغربية لهذا اليوم، فلنبدأ بالخبر الأول. وفقا لموقع هيبا بريس كتستعد مدينة وجدة لإطلاق برنامج جديد كيتضمن عدة مشاريع، من بينها تهيئة وتجديد ملعب المدينة والمجال المحيط به، وإنشاء أكاديمية جهوية لكرة القدم. وذكر المقال أن مساهمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في البرنامج الجديد غادي توصل إلى 40 مليار سنتيم. وكذلك ذكرت قناة الأولى في تقرير إخباري قبل أسابيع أن ملعب وجدة غادي يخضع لأشغال تهدف إلى رفع سعته إلى 45 ألف مقعد. وفي هذا الأسبوع تم الإعلان عن برنامج كبير لتأهيل مدينة وجدة كيتضمن مشروع خاص بتحديث وتأهيل الملعب، تم رصد له غلاف مالي قدره 30 مليار سنتيم. السؤال المطروح: هل ستشمل هذه الأشغال فعلا زيادة سعة الملعب وتغطيته، أم أنها غادي تقتصر على تجديد تجهيزاته ومحيطه فقط؟ التفاصيل ستتضح في الأسابيع المقبلة. الخبر الثاني: يستعد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للتوقيع على البروتوكول الرسمي لإنشاء المقر القاري الإقليمي الدائم للاتحاد في المغرب. الحدث غادي يعقد في مدينة مراكش وكيعد خطوة بارزة في مجال تطوير كرة القدم على مستوى القارة الإفريقية، حيث غادي يكون هذا المقر الأول من نوعه في إفريقيا. كيهدف المقر الجديد إلى تعزيز وجود الفيفا في القارة الإفريقية ودعم برنامج تطوير كرة القدم في مختلف البلدان. اختيار المغرب كيعكس الثقة في إمكانياته التنظيمية ودوره الريادي في الساحة الرياضية العالمية. هذا المشروع كيمثل تطورا مهما كيعزز مكانة إفريقيا في منظومة كرة القدم الدولية. الخبر الثالث: أعلنت شركة SGTN عن توليها بناء جسر معلق بطول 300 متر فوق نهر أبي رقراق كجزء من مشروع توسيع خط القطار فائق السرعة اللي غادي يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش. هذا المشروع الطموح كيأتي في إطار تعزيز شبكة النقل السككي في المغرب، كيعد خطوة مهمة لدعم البنية التحتية وتسهيل حركة التنقل بين المدن الكبرى. الجسر الجديد كيضم 4 مسارات، منها مساران مخصصان للقطارات العادية واثنان للقطارات فائقة السرعة، مما غادي يضمن مرونة وسرعة في نقل الركاب والبضائع، بعرض 24 متر وارتفاع أعمدة كيوصل إلى 50 متر. وكيتوقع أن يكون الجسر إنجازا هندسيا بارزا كيعكس تطور قطاع النقل السككي بالمملكة المغربية. الخبر الرابع: أعلنت الجهات المسؤولة عن مشروع بناء المتحف الوطني للأركيولوجيا وعلوم الأرض بالرباط عن إطلاق طلب عروض لإنجاز أشغال الحفر المتعلقة بالمشروع. كيأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات للبدء في بناء هذا الصرح الثقافي اللي غادي يعزز مكانة الرباط كمركز ثقافي وعلمي على المستوى الوطني والدولي. المتحف المرتقب غادي يشكل منصة لعرض التراث الأركيولوجي المغربي وإبراز التنوع الجيولوجي للمملكة،
كما غادي يتيح للزوار فرصة استكشاف تاريخ الأرض والمراحل المختلفة لتطورها. المشروع كيعكس التزام المغرب بتطوير البنية الثقافية والعلمية بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة. الخبر الخامس، تسونغشان الصينية عن قرارها الاستثمار في المغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في مدينة صناعة السيارات بطنجة. المصنع المرتقب غادي يختص في تصميم وتصنيع وتركيب المحركات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى إنتاج معدات أخرى موجهة لقطاع السيارات، مما كيعكس تطور الصناعة المغربية وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب. هذا المشروع الطموح كيندرج ضمن جهود تعزيز التحول نحو الصناعة النظيفة وتطوير حلول مستدامة في قطاع السيارات، وكيتوقع أن يساهم المصنع في خلق فرص عمل محلية ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما غادي يعزز مكانة طنجة كقطب صناعي عالمي ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمغرب. الخبر السادس، أعلن بريد المغرب عن إطلاق دفعة أولى مكونة من 150 دراجة كهربائية للتوزيع، كتشمل مدن العيون، أكادير، مراكش، فاس، طنجة، الرباط والدار البيضاء. هذه المبادرة كتأتي في إطار التزام المؤسسة بتبني حلول نقل صديقة للبيئة وتعزيز الاستدامة في خدمات التوزيع. ومن المقرر أن تلي هذه الدفعة الأولى دفعة ثانية كتضم 250 دراجة كهربائية إضافية، مما غادي يرفع العدد الإجمالي إلى 400 دراجة. وغادي يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة التوزيع في المدن المستهدفة، مما غادي يعكس توجه بريد المغرب نحو الابتكار في خدمة العملاء والمحافظة على البيئة. الخبر السابع، كيستعد مطار أكادير المسيرة لعملية تأهيل وتوسعة غير مسبوقة كتهدف إلى تعزيز مكانته كواجهة رئيسية لمدينة أكادير السياحية. المشروع اللي كيعكس الطموح يجعل المطار بمستوى المدن السياحية العالمية، وغادي يضاعف طاقته الاستيعابية بأكثر من مرتين، حيث غادي ترتفع من 2.6 مليون إلى 7 ملايين مسافر سنويا. هذا التحديث كيشمل تحسين البنية التحتية للمطار وتطوير خدماته لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية، سواء للسياح أو للمسافرين المحليين والدوليين. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز قطاع السياحة بالمنطقة وجذب المزيد من الزوار، مما كيدعم الاقتصاد المحلي وكيرسخ مكانة أكادير كوجهة سياحية عالمية. الخبر الثامن، أعلنت مصادر مطلعة أن المغرب تقدم بطلب جديد لاقتناء أسطول من شاحنات LPTA 2445 من شركة تاتا موتورز الهندية، وذلك في إطار تعزيز قوته المسلحة الملكية. هذه الشاحنات العسكرية المتطورة كتميز بقوتها وكفاءتها العالية، مما كيجعلها مناسبة لمختلف المهام العملياتية. كيأتي هذا الطلب ضمن استراتيجية المغرب لتحديث معداته العسكرية وتعزيز جاهزية قوته المسلحة، وكتعد تاتا موتورز واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع المركبات العسكرية، مما كيعكس حرص المغرب على اقتناء تجهيزات ذات جودة عالية لدعم مهامه الدفاعية. الخبر التاسع، كتستعد مدينة أسفي لاحتضان منصة صناعية متكاملة ومنطقة لوجستية كتمتد على مساحة 105 هكتار في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية للمنطقة. المشروع كيضم مناطق صناعية وتجارية، مرافق خدمية للعمال، ومراكز للابتكار مخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما غادي يعزز جاذبية الاستثمار المحلي والدولي. كيهدف هذا المشروع الطموح إلى تطوير البنية التحتية الصناعية وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العمل بالمنطقة. كتعد هذه الخطوة جزءا من رؤية شاملة ليجعل أسفي مركز صناعيا ولوجستيا استراتيجيا بالمغرب. الخبر العاشر، شهدت مدينة سلوان بإقليم الناظور افتتاح متجر أتقاضاو اللي كيقدم حوالي 5000 منتج متنوع من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية، مما غادي يخليه وجهة متكاملة لتلبية احتياجات السكان اليومية. المشروع اللي بلغت كلفته الاستثمارية 9 مليارات سنتيم كيمثل إضافة نوعية لقطاع التجارة بالمنطقة. أسهم المتجر في خلق 200 فرصة عمل جديدة، مما كيعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. كيأتي هذا الاستثمار في إطار الاستراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير خيارات تسوق متنوعة بأسعار تنافسية لسكان الناظور والمناطق المجاورة. وبهذا وصلنا لنهاية أخبار اليوم. نلقاكم في فيديو في أخبار جديدة عن مملكتنا المغربية، فما تنسوش تفعيل الجرس باش توصلوا بأخبار اليوم. وشكرا على المشاهدة، ما تنسوش كذلك الاشتراك. معكم مروكو 360 ولا عزاء للحاقدين.